طب يا جماعه انا تليفوني اتكسر تاني، بس فاكرين الفيديو ده؟ هم غيروا الظهر ببلاش المره دي، لان هم دفعوني المره اللي فاتت 19 دولار، فالمره دي غيروه ببلاش. قالوا لي لو الحركه دي حصلت تاني مع الخرابيش اللي موجوده دي هيغيروا لي التليفون بالكامل من غير ما ادفع اي حاجه. يا رب يطلع من مكانه تاني. المهم الظهر طلع من مكانه تاني، فتعالوا نشوف ابل هيطلعوا قد كلامهم ولا لا، وهيغيروه ببلاش ولا لا. زمان قبل ما اجي على امريكا كنت اسمع ان اللي يكسر تليفونه في امريكا بيتغير ببلاش. فانا كسرت ظهر تليفوني من شهرين تقريبا، ورحت غيرت الظهر، دفعت 29 دولار عشان عندي ابل كير بلس. ابل كير بلس ده عباره عن ضمان بتعمله ب 99 دولار، بيحافظ لك على تليفونك لو اتكسر او اتسرق او حصل له حاجه عيب تصنيع، بيتغير ببلاش. المهم انا رحت غيروا لي الظهر ب 29 دولار. رحت من شهر تاني الظهر طلع من مكانه، قاموا مغيرين لي الظهر ببلاش. امبارح ببص الصبح لقيت الظهر طلع من مكانه تاني، فهصور لكم دلوقتي شكل الظهر. رحت ابل وقلت لهم يا جماعه الظهر طلع من مكانه، فادوني تليفون جديد مكان تليفوني القديم. فتعالوا اوريكم شكل التليفون الجديد وشكل التليفون القديم وايه اللي حصل له، واوريكم الاكسبيرينس كلها كانت عامله ازاي من الالف الى الياء. طيب يا جماعه ده التليفون القديم بتاعي بيعمل باك اب دلوقتي، وده التليفون الجديد اللي اديهولي. نفس التليفون، نفس طبعا براند نيو، نفس التليفون نفس كل حاجه. ودي خدمه العملاء في امريكا. وطبعا ما دفعتش ولا دولار، الموضوع كله كان مجانا. فاللي تليفونه بيحصل له حاجه في امريكا سواء عيب تصنيع او اتصلح وهم عملوا مشكله في التليفون، بيتغير ببلاش من غير ما تدفع ولا دولار. اهم حاجه يكون عندك ابل كير بلس.